تخيل فنان ليل نهار قاعد يرسم ويعافر ويتعلم ويجرب ويفشل ويحاول تاني، وكل ده عشان يطلع لوحة من قلبه تعبر عن إحساسه. وفجأة يجي واحد ياخدها ويحط اسمه عليها وكأن اللي رسمها مش موجود. وده بالظبط اللي عملته مها الصغير، طريقة الفنان أحمد السقا لما طلعت في برنامج مع الإعلامية منى الشاذلي، ادعت إن اللوحة دي هي اللي رسمتها. وصحينا الصبح واكتشفنا إن صاحبة اللوحة فنانة من الدنمارك. لما الإعلامية مها الصغيرة عرفت إن إحنا اكتشفنا الكذبة دي، طلعت اعتذرت، وبعديها منى الشاذلي اعتذرت هي كمان. أنا عايز أقول لهم هما الاتنين حاجة، دي مش غلطة صغيرة تخلص بمجرد الاعتذار، دي جريمة في حق الإبداع. تخيل لو كل فنان شاف مجهود سنين عمره بيتاخد وبيتباع وبيتذاع من غير ما حد حتى يقول له شكرا، تفتكر ممكن النتيجة تكون إيه؟ هيفقد الشغف وهيفقد الحماس ويمكن ما يرسمش تاني. اللي انت عملتيه يا أستاذة مها مش بس ظلمت الفنانة صاحبة اللوحة، لأ، انت ظلمت الذوق العام وقتلت الإبداع وعلمت الأجيال اللي جاية إن الغش طريق للنجاح. يعني ايه تسرقي فن؟ يعني ايه تضحك على الناس وتقولي ان ده شغلك؟ يعني ايه تبني مجدك على كذبة؟ الفنانة صاحبة اللوحة دي قعدت شهور ترسمها، تحط نقطة جنب خط وتضيف لون جنب فكرة، وكل تفصيلة في اللوحة بتقول حكاية. يعني لما تقولي ده شغلي وهو مش شغلك، ده اسمه كذب. ولما تعملي نفسك فنانة وانت واخدة كل ده من غيرك، ده اسمه احتيال. كان فين ضميرك وانت بتاخدي حاجة مش بتاعتك؟ كان فين احساسك وانت بتضحكي على الناس؟ كان فين احترامك لنفسك وانت واقفة قدام الكاميرا وبتكذبي؟ الغش مش شطارة، والاحتيال مش ذكاء، والكذب مش موهبة. ولو مش قادرة تخلقي فن، احترمي فن غيرك. ولو مش قادرة تتعبي، ما تضحكيش على الناس. سرقة الأعمال الفنية مش مجرد قضية قانونية، ده قضية أخلاقية بتكشف قد إيه في ناس بتبني شهرتها على مجهود غيرها.